يا جماعة احنا في كارثة حقيقية. الفرق المصرية التلاتة بيراميدز والأهلي والمصري ودعوا بطولات أفريقيا استمرارا لمسلسل تدهور حال الكرة المصرية. شهد بالأمس خروج ثلاث فرق، وهي الأهلي أمام الترجي في نتيجة مخيبة للأمال على أرضه وسط جمهوره، ولكن ما كانش حاضر جمهوره بسبب العقوبة اللي وقعها الاتحاد الأفريقي على النادي الأهلي 3-2. لاعبي الأهلي لم يحضروا إلى استاد القاهرة، وحدث لأول مرة في التاريخ الترجي التونسي يهزم الأهلي على أرضه. خلصنا من الأهلي، تعال نخش على بيراميدز رغم التعادل اللي حققه هناك على أرض المنافس، ولكن جه هنا بيراميدز تائه في الملعب مع يوريتيتش المدير الفني. شفنا مهازل مهازل مهازل. ننقل على المصري البورسعيدي. نادي المصري كمان لم يحالفه الحظ، وخرج أيضا من كأس الكونفدرالية ليودع ثلاثة أندية بطولات أفريقيا في يوم هو الأسود للكرة المصرية. خروج ثلاث فرق يوم واحد من البطولات الأفريقية. متبقي الزمالك هيلعب مباراة مهمة جدا 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 أمام فريق أوتومو الكونغولي، في مباراة كلنا حاطين ايدينا على قلبنا، مش عايزين الفرق المصرية تغادر بطولات افريقيا. لك ان تتخيل ان برغم معاناة الزمالك وايقاف قيد ومفيش فلوس والدنيا صعبة ومجلس الادارة لا حول له ولا قوة، رغم كده الزمالك هو الفريق الوحيد اللي مكمل في بطولات افريقيا. ربنا يستر على الزمالك في المباراة دي، بدل ما نطلع خالي الوفاض والفرق المصرية كلها تبقى مش موجودة في بطولات أفريقيا. لك أن تتخيل أن الأهلي والقيمة التسويقية بتاعته 39 مليون يورو يخرج من بطولة دوري أبطال أفريقيا. لك أن تتخيل أن بيراميدز والقيمة التسويقية للاعبين 35 مليون يورو كمان يغادر دوري أبطال أفريقيا. الزمالك اللي مكمل القيمة التسويقية بتاعته 15 مليون يورو. شايف فرق عامل ازاي في الأرقام؟ ورغم كده الزمالك هو اللي مستمر، الزمالك هو اللي مكمل. الزمالك